ازيكم عامل ايه طلاب الصف السادس الاعدادي؟ النهارده معانا التيست رقم 20 عندنا صفحه 124 125 126 كتاب المعاصر ترم تاني. اول حاجه عندنا جزء التشوز اللي هو الاختياري، بيقول ذا ديتكتيف اللي هو المحقق او المخبر فولود ذا نوت تو فايند ذا ميسنج بينتنج. المحقق بيتبع الايه؟ طبعا بيتبع الدليل عشان يجد المشكله. فين كلمه دليل؟ هي كلمه كلو، يعني ده كلمه كلو يعني دليل. A أو an is a piece of historical object from the past. طبعا السؤال ده جالنا كتير جدا، بيقول لك حاجات أو قطع أثرية من الماضي، يبقى دي اسمها artifacts أو artifact يعني قطع أثرية. يبقى قطع أثرية عندنا يعني artifact. طيب نكمل. to from adjective from noun culture، يبقى culture نحط لها ايه ال في الآخر تبقى معناها ثقافي. طيب the antonym of hide عكس كلمة مخفي، يبقى عكسها مرئي. كلمة مرئي يعني اللي أول كلمة عندنا اللي هي إيه؟ visible أو الفيجوال اللي هي معناها مرئي. طيب read and complete أكمل النص. عندنا بيقول لك every culture كل ثقافة has its own traditions that take it unique. بيقول لك كل ثقافة عندها التقاليد الخاصة أو المميزة بتاعتها. These not can include food, clothes, festival and ways for greeting. هذه ايه بتشمل الطعام والملابس والاحتفالات. طبعا يبقى هذه الايه الاحتفالات، يبقى نقول كلمة ايه celebration. يبقى رقم واحد عندنا celebration. طيب فور اكزامبل ان جابان في اليابان people bow to show، بقول لك في اليابان الناس بتنحني عشان يظهروا ايه؟ بيظهروا الاحترام. يبقى كلمة ايه؟ respect الاحترام. while in many western countries people shake hands، في بعض الايه الدول الناس بيتصفحوا الايدي. المكسيك في المكسيك family نقط ذا داي، نقط في اليوم. في المكسيك الناس ايه طبعا هنقول بتحتفل باليوم الايه اللي هو عيد الموتى او اليوم. دي رقم 3 عندنا. نكمل عندنا. بيقول لك to remember love ones who had passed away. Traditions help people from connect to their يرتبطوا بإيه طبعا not their history and community التاريخ والمجتمع. طيب نكمل مع بعض عندنا. هنخش على سؤال القطعة. Two of my brave friends went on a 3-week climbing holiday in Switzerland last year. بقول لك اتنين شجعان من الأصدقاء ذهبوا 3 أسابيع للتسلق في سويسلاند. They had climbing lesson for 6 months before they left and took ropes, food, drinks and some equipment. بيقول لك هم أخدوا دروس عن التسلق قبل ما يسافروا ب6 شهور، وأخدوا معاهم حبل وطعام وشراب وبعض المعدات. On the first day في أول يوم they started climbing one of the easy mountain. في أول يوم تسلقوا جبل سهل. It was a bright sunny day، كان يوم مشمس. And they didn't find difficult، ما وجدوش صعوبة. when it was nearly dark لما الدنيا بدأت تضلم they stopped and ate some of the food they had brought with them. Then they made beds on a large piece of rock. بيقول لك لما الدنيا بدأت تضلم بدأوا إن هم إيه يقعدوا ياكلوا وبيحضروا معاهم الحاجة بتاعتهم. made beds عملوا طبعا إيه سرير on large piece من قطع من الإيه of rock اللي هو الصخور. During the night أثناء الليل it became very cold and started to snow. بيقول لك الدنيا بدأت تكون تلج وبدأ ينزل تلج. unfortunately لسوء الحظ when they woke up in the morning تاني يوم صحيوا الصبح the snow was still falling، التلج لسه ايه شغال بينزل. and they decided to come down the mountain، قرروا ان هم ايه ينزلوا من الجبل. but there was too much snow، كان في ايه هناك تلج كتير. they had to wait for 5 hours to be rescued، لازم ينتظروا 5 ساعات عشان يبقوا على ايه قيد الحياة. طيب او يجربوا تاني. how long was the writer finally holiday؟ الاجازه كانت قد ايه؟ طبعا قال لك 3 weeks 3 اسابيع. what does underline word it refer؟ كلمه it عايده على ايه؟ قال لك a sunny day. the weather was طقس كان ايه on the first day اول يوم. طبعا اول يوم كان الطقس مشمس اللي هو sunny. طيب السؤال اللي بعده give a subtitle، عايزين عنوان للنص. طبعا ممكن نقول عندنا مثلا ايه climbing مثلا holiday in Switzerland، تسلق الايه في سويسلاند.
ده السؤال رقم 4، يبقى ده العنوان بتاعنا. طيب نكمل عندنا. بيقول how did they get ready for their holiday؟ ازاي كانوا مستعدين للرحلة بتاعتهم؟ هنشوف استعدوا ازاي. قال لك اهو they had، يعني اهو they had climbed lessons for 6 months، اتعلموا الايه تسلق قبل ما يسافروا ب6 شهور. they left and took rope، اخدوا حبال food drinks and some equipment. دي إجابة السؤال رقم 5. ماشي نكمل بعد كده. What do you think people should pack for climbing؟ الناس المفروض تاخد معايا عشان يتسلقوا. طبعا هنقول نفس الإجابة هي، تعالى نخليها بلون تاني مثلا، ممكن نخليها بلون الأحمر. هنقول أهوت أهو. لحظة. هيقول أهو two crops food drinks and some equipment، ودي تكون إجابة رقم السؤال رقم 6، اللي هو ممكن ياخدوا معاهم طعام وبعض المعدات. طيب نكمل عندنا. نكمل الإجابات بتاعتنا. ماشي. الستوري عندنا طبعا عندنا بيقول اول سؤال ذا كابن سو نقط جلوبن. طبعا السؤال ده جه كتير، بيقول لك اللي هم الناس اللي هم زي كابتن نيمو، وطبعا نيد لاند وأورنيكاس وكونسل، دول شافوا ايه glowing with color through the great observation windows. شافوا ايه من الشباك بيلمع؟ طبعا شافوا كولر ريفز اللي هي الشعاب المرجانية. The monster was depicted as having a not bad body، قصدي جسم ايه. طبعا وصفوا الوحش ان هو عنده ايه described as a having، بيقول لك the monster was described، يعني الوحش تم وصفه بان هو ايه steel like، يعني جسمه شبه الفولاذ. طيب what was the main motivation of the character when they secretly lowered a small boat into the sea؟ بيقول لك طبعا ايه الحاجه اللي هم كانوا مفتقدينها، او الحاجه اللي كانت المين موتيفيت اللي متحمسه في الشخصيه لما كانوا في السر. طبعا بيحاولوا هم يهربوا بقارب صغير، طبعا ان هم بيوصلوا للحريه، يبقى تو سيك فريدم. نيد لاند بلاند تو، قرر ان هو يعمل ايه؟ طبعا قرر ان هو يهرب، يبقى اسكيب. طيب نكمل عندنا. وات ديد نيمو انفايتد هيز جيست تو دو؟ دعاهم لايه بقى؟ طبعا بيقول لك كابتن نيمو دعا الضيوف بتاعته لايه؟ قال لك دعاهم لرحله بحريه، يبقى نقول مثلا ايه تو جوين ا فوياج، مثلا ان هم ينضموا لرحله بحريه. ماشي. معلش احنا كتبناها في مكان غلط، لحظه نكتبها هنا. to join a voyage. ماشي. Why do you think the sailors were fascinating with the idea of the sea monster؟ بقول لك ليه البحارة كانوا مندهشين او عاجبهم فكرة ان هو اكتشاف الايه الوحش؟ طبعا هم عايزين يمسكوا الوحش، يبقى نقول مثلا because مثلا they want to capture مثلا the monster، هم يمسكوا الوحش. ماشي. كمل عندنا سؤال الري رايت. عايز احط كلمة stopped. طبعا ده جرامر الوحدة التاسعة عندنا، اللي هي الافعال اللي بيجي معاها اي ان جي او تو المصدر. هنا هنقول I، نكتب الفاعل ونكتب بعد كده كلمة stopped. وبعدين بقى نقول ايه بعدها؟ نحط فيها في اي ان جي، تبقى كلمة ايه برو، تبقى بروينج. كلمة الجملة بقى بوكس فروم ذا لايبرري. ماشي. السؤال التاني عايزين نحط كلمة وات. طبعا ده اللي هو الكلام المباشر وغير مباشر، هنكتب نفس الجملة عادي، يبقى إيمان. وطبعا ده كلمة أسكت بتفضل زي ما هي أسكت. أسكت مريم. وبعدين نكتب كلمة وين عندنا، إن ده موجود استفهام بنربط بيها.
when بعدين will نحولها بقى لwould اللي هو عايزها، يبقى أو نكتب أول she would، إحنا بنعوض عن مريم she would finish. طيب تاني سؤال عندنا عايزين نحط كلمة which، طبعا احنا قلنا كلمة which هنشيل طبعا كلمة it ونحط which في النص، يبقى which تتكتب هنا. بس كده يعني معنى أصح هنكتب نفس الجملة دي كلها عادي لحد كلمة traditions، ونحذف كلمة it من الجملة، ونكمل students ask about لحد هنا. طيب نخش بعد كده على سؤال التكملة بردك على الجرامر. أول كلمة I meet مستر علي، مستر علي ده عاقل، طالما عاقل يبقى نكتب كلمة هو. I asked him where he، أنا سألته أين هو not his weekend الأجازة بتاعته. طبعا زمن ماضي هنجيب الماضي من كلمة spend هتبقى spent بالتي. when I was little لما كنت صغير I used اعتدت أن فقاعدة used to. طيب عندنا سؤال المحادثة مستر عاطف at the mechanics، طبعا هنا حليناها قبل كده، بيتكلم مستر عاطف عن ورشة الميكانيكا، قال لك مستر عاطف will you have a look at my motorcycle please، ممكن تشوف ايه الدراجة أو الموتوسيكل بتاعي، هيقولوا مثلا ايه شور مثلا. طبعا ممكن يقولوا بعد كده ايه المشكلة مثلا what is the problem، what is the problem what is the problem ايه المشكلة اللي معاك. بعد كده قال له it is not running very well مش بيجري كويس and it doesn't start easy مش بيبدأ كويس. يبقى سأله سؤال قال له yes it become hot very quickly بيسخن بسرعة، يبقى يقول له هل هو بيسخن بسرعة، مثلا does it become hot، هيقول له طبعا ايه ايوه. بعد كده قال له I will check you the engine هتأكد من المحرك for you and find out the problem ولا لك المشكلة. سأله سؤال قال له after 3 hours بعد 3 ساعات، يبقى امتى اجي، متى يعني ايه، يبقى when، يبقى when كان مثلا fix it مثلا هتصلحه بعد قد ايه، قال له مثلا بعد 3 ساعات. قال له shall I give you a call first هيرن عليك الاول، هيقول له مثلا ايه yes of course، يبقى yes of course. ماشي do you think it will cost much، هيبقى هيكلف ثمن عالي، هيقول مثلا وليكن ايه no، يقول له لا.